لو عايز تتعلم ازاي تقص الفيديوهات وتجمعها مع بعض بسرعة في بريمير برو، اظن ان الفيديو ده هيكون دليل بسيط وسريع ليك. فيديو النهاردة هشرح لك كام تريكاية هتسرع مونتاجك وتنقله في حتة تانية، فكمل الفيديو للاخر ويلا بينا. بعد ما تفتح البرنامج، اول خطوة بنعملها طبعا عشان نبدأ نعدل اي حاجة، بنضيف سيكونس. بندوس هنا كليك يمين، بعد كده نيو ايتم وسيكونس، تختار الاعداد اللي يناسبك. انا مثلا هختار 1080 60 فريم، وطبعا لو هتسميه سميه من هنا، بس كده مش هتفرق معايا يعني. بعد كده تبدا تحط فيه الفيديو اللي انت هتعدل عليه او هتقص عليه. انا مثلا هحط الفيديو ده، اي تجربه معاكم كده هحطه هنا. بعد ما حطيته بالشكل ده هيبدا يظهر لي في القائمه دي. الاداه اللي بنستخدمها عشان نقص الفيديو هي الريزر تول. مثلا انت مثلا الفيديو شغال دلوقتي، اخر اللقطه دي انت عايز لحد هنا مثلا، هتبدا تيجي على الريزر تول، تختارها، وتبدا تيجي تقف هنا وتدوس. مجرد دوسة بس بتفصل ما بين الفيديوهين. انت مثلا دلوقتي عايز تقفل الفيديو هنا، خلاص ده اخره هنا، وعايز مثلا تحط مشهد تاني بعده وليكن ده مثلا، هتبدأ تيجي هنا تاني وتدوس دوسة واحدة، هتقف على السهم اللي انت واقف فيه وتدوس عليه هنا. تلقائي اول ما بتيجي عند السهم ده بيجيب لك علامة كده، بتبدأ تميز لك ان انت هتقص الحتة دي. يعني دلوقتي احنا قصينا خلاص الجزء ده والجزء ده، مش عايزين الجزء ده خلاص، هنرجع تاني للسلكشن تول، ندوس عليها دوسة ونختار الفيديو. بعد كده ندوس ديليت من الكيبورد. طبعا شال الفيديو بس وفي فراغ هنا، ممكن برضو تدوس على الفراغ ده وتدوس ديليت، هيدمج الاتنين مع بعض وهيبقوا بالشكل دوت. طيب زي ما احنا شايفين كده خلاص قصينا وجمعنا لقطتين في النص. مثلا اللقطه اللي في النص ما كناش عايزينها مسحناها خلاص. دلوقتي الريزر تول بقى اختصارها ايه من الكيبورد عشان تسهل عليك الاستخدام، لان انت طبيعي مثلا الحته دي مش عايزها، فمش هتفضل ترايح كده تختار البتاع وتيجي هنا تدوس، بعد كده تمشي، بعد كده تدوس وهكذا. لا، انت ممكن وانت واقف في مكانك هنا بمجرد بس هتدوس على حرف السي من الكيبورد هيبدأ يجيبها لك، تبدأ تقص المكان اللي انت عايزه. طيب عايز ترجع للسلكشن تول، برضو زي ما ضغطنا على السي جاب لنا الريزر تول، هنضغط بس على الفي هيجيب لنا السلكشن تول. السلكشن تول اللي مش فاهم ان انت تتحكم في الفيديو، تبدأ تدوس عليه. دي اللي زي الماوس يعني، دي اللي بتتحكم في، بتدوس على الفيديو بتتحكم فيه، انما الريزر تول هي اللي بتقص. طيب نعمل تجربة كمان. دلوقتي احنا واقفين على السلكشن تول، واحنا من غير ما نروح هنا مثلا احنا عايزين نقص الحتة دي، هندوس على حرف السي هيبدأ ينقل لنا اهوت لوحده. مثلا عايزين نقص الحتة دي ونجيب الحتة دي على طول وراها. مثلا انا مش عايز الحتة اللي في النص دي، هبدأ اكبر، وبدل ما افضل اروح واجي هبدأ ادوس بس على حرف الفي، نقل لي تاني. هبدأ اختار الفيديو ده وامسحه، بعد كده امسح الحتة الفاضية دي. طيب انت مش عايز تعمل الخطوتين دول، عايز تبقى اسرع، بدل ما هتدوس على ديليت بس، لا انت هتدوس على شيفت ديليت، هيبدأ يدمج لك الحتتين مع بعض على طول. دي برضو حاجة هتسرع من مونتاجك وهتسرع من الوقت وهتستغل الوقت اكتر. طيب دلوقتي خلاص احنا عرفنا انك تقص ازاي وتجمع ازاي وتشيل الحتة اللي انت مش عايزها ازاي، وعرفنا كل حاجة. تبدأ تخلي نفسك سريع ازاي؟ هقولك على 3 اختصارات في الكيبورد هيخلوا ادائك وسرعتك في حتة تانية حرفيا. دلوقتي وانت واقف هنا، انت مثلا مش عايز الجزء ده كله، الجزء ده كله انت مش عايزه، على حرف الكيو في الكيبورد لو دوست عليه هيمسح لك كل اللي انت مش عايزه هنا. دي طبعا عشان فيديوهات احنا قصينها اصلا، فهو مش معتبرها مع الفيديو ده. لو جينا على الفيديو ده، الفيديو ده كده خلاص مفيش غير الفيديو ده. دلوقتي انا مش عايز الجزء ده كله، هبدأ ادوس بس على حرف الكيو، ما بقاش فيه اي حاجة هنا، الفيديو بدأ من الحتة دي بالظبط. طيب ماشي، انا عايز الفيديو مثلا يخلص عند الانفجار ده، الحتة دي اللي على الشمال كيو. طب اللي على اليمين الحتة دي، هنبدأ ندوس على حرف الدبليو، زي ما انت شايف اتمسح. ويعني انت مش هتحتاج بقى تفضل تروح هنا وتيجي هنا، ده بس اختصار يمسح لك الحاجة اللي هي بعدها على طول، بعد السهم كل ده انت مثلا مش عايزه هتمسح. هيوفر عليك ايه بقى؟ مثلا دلوقتي بقى قلنا بعد الانفجار، بدل ما تبقى هنا بعد كده تيجي هنا تدوس على هنا، بعد كده تروح على السلكشن تول تختار، بعد كده تمسح. كل ده انت بس اختصرته في حرف واحد، انك تختار الفيديو بالسلكشن تول طبعا، وتدوس على حرف ال W وخلاص كده. دلوقتي عرفنا ازاي تقص الحتة دي وازاي تقص الحتة دي. طيب يا عمنا، يا استاذنا، احنا دلوقتي عايزين يعني القصة دي، يعني احنا مش عايزين نحذف، احنا عايزين نقص. تمام، مثلا انت عايز تقص الحتة دي من النص، تمام، انت عايز تقص عند الحتة دي خلاص. بدل ما هتروح على الريزر بعد كده تيجي هنا وتقسمها كده، انت بس بمجرد هتدوس على كنترول كي هتلاقي قسمها لك بالظبط على طول. مثلا انت عايز تقص هنا تاني كنترول كي، عايز تقص هنا تاني كنترول كي،
وانت واقف في السلكشن تول على طول هتسرع نفسك. يعني انت مثلا خلصت هنا خلاص كنترول كي، وبنفس الوقت هتحركها بدل ما هتفضل رايح جاي، دي هتعطلك في المونتاج، بالذات لو الفيديو اللي انت بتمنتجه طويل. طيب انا عن نفسي ما بحبش كنترول كي. كنترول كي مثلا بعيد يعني صوابعي مش هتجيبها، صوابعي هتتعب مع الشغل الكتير هتتعب. انا ليه مثلا ما اعملش زي ما احنا عاملين كيو بتمسح الحته دي كلها، الدبليو بيمسح الحته دي كلها، ليه ما اعملش حرف جنب الاتنين دول عشان اسرع ايدي في المونتاج؟ فبروح هنا على الايديت، بعد كده كيبورد شورت كاتس، وابحث هنا عن اد ايديت. هلاقي هنا بيقول لي الاختصار بتاعها اهو كنترول كي، همسحه وبس هدوس على اي او ايا كان انا عايز اعمل ايه، الحرف اللي انت عايزه، الحرف اللي هيبقى اريح لايدك، وهدوس اوكي. دلوقتي وانا ماشي كده، وانا ماشي اهو، انا ماسك انا ماسك السهم مش هسيبه، تمام. انا التلات صوابع بتوعي محطوطين على الكيو والدبليو والاي. هبدا مثلا هنا، انا خلصت هنا ادوس هنا على الاي، خلاص انا قسمتها تمام. انا مثلا عايز الجزء اللي على الشمال ده كله مش عايزه، هروح دايس على الكيو، بدأ اهو اتشال. مثلا انا مش عايز الحته بتاعت الراجل العجوز دي، اروح جاي هنا اي، تمام. اول ما يخلص اروح دايس كيو، لو كبرنا كده مش هيجيب الحته بتاعت الراجل العجوز. دلوقتي انا مش عايز الانفجار ده كله، انا بس عايز يخش على الوش ده على طول. دلوقتي هاجي هنا وانا ماسك، يعني انا ماسك السهم اهو مش هسيبه، تمام. بعد المشهد ده ادوس اي عشان يعمل لي قط في المنتصف كده، واخلص المشهد كله بتاع المجرات وكل الكلام ده، واجي هنا خلاص ادوس كيو عشان انا مش عايز الجزء، مش عايز الجزء ده كله. ادوس كيو هتلاقيه بدأ يعملها لك كده من الوش ده على طول، حذف كل المجرات ودخلنا في المشهد اللي بعده على طول. برضه هعلمك تريكايه او هقول لك تريكايه، لو الفيديوهات دي بعيده وانت مثلا عايز، مش عايز، انت لو مسحت كده هتتعمل عادي، بس انت مثلا في حته هنا انت مش عايز مثلا تجيبه على الاول، انت عايز الحته دي تكون فاضيه. فمثلا هتمسك الفيديو وتقربه تاني، بص يعني كده هيبقى تحس ان هو حر اكتر، فمش متأيد، انت مش هتعرف تظبطها بالفريم بالظبط. فهتيجي على الاداة دي وتفعلها، او هتدوس من الكيبورد على حرف الاس. بمجرد ما انت هتدوس، اول ما تقرب على السهم بتاعك هيروح لازق زي المغناطيس كده، زي ما انت شايف كده، عشان يبقى دقيق اكتر في شغلك. دلوقتي انا عايز مثلا اخليها، انا مش عايز الزق الحتة دي، عايز بس اخليها تبقى عند السهم كده، يا دوبك بس بقرب منها بتلزق. بص لو شلت الاداة دي ولا هتلزق ولا اي حاجة. بس ده كان كل حاجة في فيديو النهاردة، ولو عايز حل لمشكلة بطء البرنامج او ازاي تخليه اسرع واسلس معاك، تابع الفيديو الجاي واكيد هيفيدك. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك النوتيفيكيشن بتاعت الفيديو الجاي. وبس، سلام.